لا يا ماما، انا تعبت انا تعبت، انا ضميري بيأنبني وهو جاي من السفر كده هيعرف ان انا بغش وبضحك عليه يا ماما، وانا حتى البلدنه في بطني طول الوقت. كلمك ايه؟ انا ضميري بيأنبني، انا مفيش بقى حل غير ان انا هصارحه وهقول له ان انا فعلا ما بخلفش زي ما الدكاتره ما قالت. مفيش امل، مفيش امل يا ماما. لا انا طلعتها رميتها خلاص، انا مش هحطها تاني. انا هقول له بقى، انا هقول له هعمل ايه؟ هو ربنا عايز كده، مفيش نصيب، مش بالعافيه. يا ماما بالله عليكي بقى يا ماما، تبتديش تأنبي فيا والنبي، سيبيني اعمل اللي انا مرتاحه اعمله. عادل، ايه اللي انت بتحكي لامك ده؟ رد عليا، خلصي. انت حامل في بالونه؟ عادل معلش حاول تتقبل الموقف اللي انا فيه. اتقبل ايه وزفت ايه؟ 6 شهور بتكدبي عليا وانا مسافر وعماله تقولي لي انا حامل ومش حامل ومش عارف ايه، وفي الاخر حامل في زفت. والله العظيم ما كنتش عايزه اقول لك عشان خاطر ما تزعلش، ما كان غصب عني والله، غصب عني. اقول لك ايه؟ محرج اقول لك ان انا مش عارفه اخلف، ليه مش يا عارفه اجيب لك حته العيال اللي انت نفسك فيه. طب عرفيني، صرحيني، ما تكدبيش عليا. عشان حسيت ان انت فرحان وما رضيتش ان انا اكسر فرحتك دي يا حسيت عادل. ايه؟ امال التحاليل دي بتاعت ايه؟ التحاليل دي بتاعت ايه؟ رد عليا. انا ما تردي يا شيخه، ردي. انا اللي قلت كده للدكاتره والله عشان خاطر